تقول لي توقعات؟ عايزين نعرف برؤيه حضرتك الفنيه لا وفي لا 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 ضوء. لا لا، مش رؤيتي الفنيه، اه. رؤيتي النظريه ايوه. بناء على على ماتشات دور المجموعات. على التصفيات والتاريخ والبطولات والمش عارف ايه ماشي. يعني اتفضل. طيب نيجيريا والكاميرون. لا، نيجيريا. نيجيريا. انجولا وناميبيا. انجولا. الراس الاخضر، كنت حضرتك متوقع الراس الاخضر تعمل اللي عملته ده؟ مش بالطريقه دي، بس كنت متوقع ان هو هيبقى فريق مؤثر. ده الراس الاخضر دي اصلا ذكريات كبيره مع حضرتك لا، من زمان، من من البطوله. ايام الاهرام. لا 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 لا، من البطوله اللي فاتت فرقه. بعدين لاحظ ان هم عندهم مشروع كدوله في الرياضه، بدليل كره اليد اللي وصلت السيمي فاينل. صحيح. الراس الاخضر وموريتانيا. راس الاخضر، ولان موريتانيا يعني شجاعه مذهله يعني. صحيح. المغرب وجنوب افريقيا. ده ماتش بين التكتيك الجميل المغرب والكره الحلوه جنوب افريقيا. ايوه. بس المغرب ظهرت في كاس الامم بشكل مشابه لنسختها في كاس العالم حسن، مع فرق الفرق. المغرب عمل ماتشات عظيمه تكتيكيا في كاس العالم. عظيمه. ايوه. يعني ايه؟ مش خد الكره وجري وهاجم وبتاع، مش لا لا لا، عذب الفرق اللي بتلعب قدامه. صحيح. وتاني قلتها كتير، الاسبان ماسكين الكره 1050 تمريره في ماتش واحد ومش عارفين يجيبوا جون في المغرب. صح. دي عبقريه التكتيك بتاع المغرب. طب نيجيريا وانجولا مين يكسب فيهم استاذ حسن؟ لا، انت هتوصلني مين هياخد الكاس؟ نوصل ان شاء الله يا مصر هكسبك. نيجيريا وانجولا. لا، نيجيريا. الراس الاخضر والمغرب. المغرب ان شاء الله. المغرب. طيب عبال ما نجهز الناحيه دي نروح الناحيه الثانيه يا استاذ حسن. مالي وبوركينا فاسو. مالي. السنغال وكوت ديفوار، ماتش ناري ده يا استاذ حسن. السنغال هيبقى فيه ضرب. السنغال ده كوت ديفوار طلعت، يعني زامبيا اتغلبت 1، فكوت ديفوار قالت الحمد لله نطت في السنغال جامدين قوي يا استاذ حسن، جامدين قوي. الفرقه بقى يعني جامده اقوى هجوم واقوى دفاع وحاجه يعني. لا فرقه جامده طبعا. طبعا يعني. مصر والكونغو مش محتاجه دي بقى يا استاذ حسن يعني. لا، كونغو. مصر طبعا يعني. عارف حضرتك باللغه اللي موجوده دلوقتي، لو قلت فنيا يعني اكيد انت عايز مصر تكسب، بس لو قلت فنيا الكونغو اقوى انت مش وطني بقى. لا، ولا فنيا ولا بتاع ولا كلام من ده. الكونغو هنكسحهم ونضربهم وبتاع مش عارف ايه. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. غينيا الاستوائيه واحده من مفاجآت البطوله قدام غينيا، مين اللي يكسب؟ غينيا الاستوائيه ده كفايه 4-0 بتاعت كوت ديفوار دي. علقه كوره بصراحه. ده حاجه مذهله يعني. طيب. يلا بسرعه عشان عايزين الكاس. مالي والسنغال يا استاذ حسن. السنغال. مصر وغينيا مثل ما كان يسمى جمال بالماضي الخط الأحمر، بعد الإقصاء في الدور الأول في نهائيات كأس إفريقيا الأخيرة بالكاميرون، إقصاء مر من نهائيات كأس العالم أمام منتخب كاميروني متواضع في تشاكير. ها هو الإقصاء الثالث على التوالي في المنافسة الكبرى. أين هم أصحاب البلاطوهات الذي كان يتنادى بهم المدرب الوطني ويشكك في نواياهم وفي وطنيتهم؟ أين هما أصحاب التليفونات التي قال الناخب الوطني مؤخرا أنه بعد 5 سنوات سيتاني شك كو مازال تليفوني صوني. إبا اليوم نقولوا احنا سيتاني شك كو بعد 5 سنوات نقصى لثالث مرة بطريقة مهينة. ليس المنتخب الجزائري الذي يقصى أمام منتخب موريتاني، مع كل احتراماتنا للمنتخب الموريتاني الشقيق، لكن اليوم كارثة حلت بالكرة الجزائرية، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته، بداية بالناخب الوطني الذي ينال كما يعلم الجميع راتب معتبر جدا. الدولة الجزائرية وضعت تحت تصرف المنتخب الوطني فندق بأكمله من أجل التحضير. الدولة الجزائرية وضعت في تحت تصرف المنتخب الوطني طائرة خاصة لنقله إلى الطوغو من أجل التحضير بالعملة الصعبة، بعد ذلك طائرة خاصة من الطوغو إلى بواكي للتحضير في ظروف جيدة. لكننا لم نتمكن من تحقيق فوز في نسختين متتاليتين، وهذه لم تحدث في تاريخ كرة القدم الجزائرية منذ الاستقلال. انهزمنا أمام غينيا الاستوائية، تعادلنا أمام سيراليون، وانهزمنا أمام كوت ديفوار في الدورة الماضية. هذه المرة بقينا نتغنى بأننا لم ننهزم في 2023،
لكننا أخذنا صفعة اليوم أمام المنتخب الموريتاني. كانت هذه فقط مقدمة عفوية لم أقم بتحضيرها، لكنني مثل الشعب الجزائري ومثل اللي راه معايا في البلاطو إحباط كبير وكارثة حلت بنا بعد هذا الإقصاء المر والمر للغاية. علي بن شيخ مساء الخير. مساء النور. مساء الخير لميدو، مرحبا. السلام عليكم. اهلا وسهلا بعرفة مسور، مرحبا. مساء الخير رضوان. مساء الخير، نجدد لك تحية أمين أقصاص. مساء الخير رضوان. كنا قبل اللقاء كنا نتعشم الخير وقلنا بأن المنتخب الوطني سيتمكن من تحقيق الفوز اليوم بتشكيلة اعتقدنا أنها تشكيلة المثالية. ما الذي حدث اليوم علي بن شيخ من الناحية التقنية؟ نبدأ من الناحية التقنية لأننا رانا كامل تحت الضغط و مانيش حاب نتكلموا بليموسيون كثير لأنه تعثرنا كثير بعد هذا الإقصاء المر للجزائر. أنا نشوف فيك راك تترعد عليه، راك مقلق شوية. إن شاء الله برك روح بالعقل، برك ما تقلقش. على بالي بلي مغاضك الحال بزاف، مي هذا هو، هذه كرة القدم. لا، هذه ماهيش كرة القدم. كرة القدم تتلعب عندها قواعد وعندها قوانين وعندها احترامات وعندها الميور يجو. هذه كرة القدم. كرة القدم اللي كيما شفناها قاعدتك ماهيش كرة القدم. ولكن نتكلموا كيما راك تقول انت تكنيك. دوكا ندخلوا من اليوم لقدام ندخلوا للصح، لخاطرش كنا نقولوا حوايج بالعقل وكذا باش ما يقولوش الناس راكو تخلطوا المنتخب، تخلطوا كيما يقولوا فهمني. اليوم شفنا الفريق من شحال هو هكذا الفريق صح. يلعب بدون تكتيك، يلعب بدون روح، يلعب ما كاش شغل همجي. هذه معروفه في الجزائر، والاخر اللي قالها لونترينور فيليت صح قالها، وماشي غير واحد.